مرحبا بكم في خبر جديد وقضية جديدة. اندلع حريق مهول بسوق للمتلاشية المعروف بلافراي بمدينة أيت ملول. خلف هذا الحريق حالة من الارتباك والهلع والقلق في صفوف التجار الذين يرون النيران تلتهم أرزاقهم وأموالهم أمام عجز وحسرة كبيرة على ما ضاع منهم، وكذلك السكان المجاورين الذين أصابهم الخوف من خشية اندلاع النيران ووصولها إلى المناطق والمحلات التجارية القريبة. وبحسب المعطيات الميدانية الأولية فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ وسريع، وقد ساهمت في سرعة الانتشار المواد المخزنة داخل السوق، بحيث تضم كميات كبيرة من الزيوت والخردة والبلاستيك. هذه المواد ساهمت في تسارع انتشار النيران واتساع رقعة الحريق في وقت وجيز، وقد تصاعدت سحب الدخان السوداء الكثيفة لتغطي سماء المنطقة، وقد أثار هذا المشهد حالة من الرعب والخوف. وقد هبت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان وفور تلقيها إشعارا بالحادث، وقد تدخلت فرق الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع انتقالها إلى المحلات المجاورة والمناطق الساكنية القريبة. وقد كانت في سباق مع الزمن لتقليص حجم الخسائر والسيطرة الكاملة على الحريق. بالموازاة مع ذلك انتشرت عناصر السلطات المحلية والأمن الوطني وكذا القوات المساعدة التي قامت على تنظيم حركة المرور وتأمين المكان. وقد باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق أولي للكشف عن ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب والظروف التي أدت لهذا الحادث الأليم. وحسب المعطيات الأولية فإن الحريق خلف خسائر مادية جسيمة، بالمقابل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.